ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وهنتكلم في هذه الفقرة عن العلاج الجيني لمرضى السكر وأحد الاكتشافات العلمية اللي لسه في تطبيقها أو في نحو تطبيقها لعلاج مرضى السكر. هنتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور حاتم صالح، رئيس وحدة أبحاث الوراثة البشرية بالمصل واللقاح ورئيس لجنة أبحاث جمعية رعاية شباب مرضى السكر. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. يمكن أنا قلت احنا مرض السكر منتشر بشكل كبير جدا، دايما في العلماء في استمرار او عاوزين حل للمرض. تمام. العلاج الجيني دوت طريقه مبتكره او طريقه فيها ابحاث لسه ما اتطبقتش بشكل علمي. عاوزين برضو نعرف من حضرتك ما المقصود بالعلاج الجيني. قبل ما نتكلم عن العلاج الجيني لازم نتكلم عن دور الوراثه في مرض السكر. هو في نوعين من مرض السكر زي ما الناس كلها تعرف. النوع الاول اللي هو المعتمد على الانسولين، وده بيصيب الاطفال او يعني معظمهم عاده من الاطفال، وده نتيجه جزء من الوراثه. اي نعم هي نسبته قليله، لكن الاساس العوامل البيئيه. لو افترضنا مثلا ان الاسره دي فيها تاريخ لمرض السكر، فبالنسبه للنوع الاول اللي هو المعتمد على الانسولين، هنلاقي ان لو الام عندها هذا المرض، فممكن ابنها بنسبه 3% يكون عنده هذا المرض. تمام. لو الاب يبقى 9%. لو عنده الاب والام معا عندهم السكر، نقدر نقول بنسبه 10% ان الطفل دوت هيجيله السكر لحد نسبه 25%. لو اخوه التوأم الغير متطابق معاه، نسبته تبقى 20%. انا بدي بنسب ليه؟ عشان اوضح الفرق بينه وبين النوع الثاني. لو الاخ المتطابق معاه اللي هو التوأم السيامي مثلا، فرضا ده جاله سكر بنسبه 40% يجي للطفل، او 35%. بالنسبه بقى للوراثه عند النوع الثاني، نفاجأ بان لو الاب والام معا عندهم السكر، فالطفل هيكون او الشاب بعد كده هيكون نسبه الوراثه عنده بنسبه 75%. يعني نسبة كبيرة جدا. نسبة كبيرة جدا. لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة. الوراثة سواء كانت في النوع الأول أو في النوع الثاني من السكر، هي بتمثل جزء، لأن مرض السكر بيسموه مالتي فاكتوريال انهيرتنس ديسيز، إن في عوامل كثيرة أهمها هو عنصر البيئة. فبالنسبة مثلا للأطفال في النوع الأول، نلاقي إن سبب حصول هذا المرض النسبة الاستعداد الوراثي زائد النوع البيئي او البيئه اللي حواليه، متمثله طبعا في اصابه الطفل بالفيروسات، سوء التغذيه، نقص فيتامين دي، بعض يعني نقدر نقول الملوثات اللي في البيئه، ده بيؤدي لحدوث المرض. تمام. لكن يعني انا عايز اقول ان الوراثه ليها دور، بس يعني هو استعداد. لو توفرت له البيئه هيحدث، لو ما توفرتلوش البيئه مش هيحدث. يعني الجين ينشط بمعنى اصح. بصح يعني بكده اللي احنا ننشط الجين. لان العلماء بيقولوا ان دلالات ان الجينوم البشري هو يتفاعل ببطء، او بمعنى اصح بيتغير من جيل لجيل ببطء، لكن اذا وجدت العناصر البيئيه فانه يتفاعل بسرعه اكثر فيظهر عليه اعراض المرض. يعني انا هدي مثال. زمان ما كناش نسمع عن مرض السكر نهائيا. ليه؟ لان كان الانسان بيمارس نوع من النشاط، سواء مثلا مشي، رياضه وخلافه، لكن دلوقتي احنا تقريبا ما بنتحركش خالص، معظم وقتنا على الكمبيوتر واللابتوب. اللي هو ما فيش حرق مفيش للسكر بالظبط المنتج كده. في الجسم. فده بيدي، وهو عنده استعداد من السكر، فده يؤدي لحدوث المرض. العلاج الجيني متقسم دلوقتي، طبعا هو حدث طفره كبيره في العلاج الجيني من بدايه عصر الجينوم البشري. لان انا دايما بقول ان الحياه هي عباره عن مراحل، زي مثلا اكتشاف الكمبيوتر ده كان مرحله. يعني حتى انا برضو في زياراتي بره لما بيجي يقولوا مثلا بيفور كمبيوتر، ما بيقولوش بيقول بيفور كريس، بيفور كمبيوتر. في عصر دلوقتي نقدر نقول ما بعد الجينوم البشري. لما اكتشفوا يعني اول ما دخلوا المشروع ده سنه 1990 كان بالظبط 10 جينات او 20 جين. بعد ما أتموا هذا المشروع اكتشفوا 1400 جين مرتبط بحدوث الأمراض، من ضمنها مرض السكر الذي وصل إلى أكثر من 350 جين متشابكين حتى هذه اللحظة. يعني 350 جين أنا بتعامل معاهم عشان أحل عشان نحل. السكر. هم بيسموه حتى دايبيتك نيتورك. يعني كل جين حتى لو كان النسبة بتاعته قليلة،
لكنه يؤثر في حدوث المرض. عشان كده من الصعوبه ان حد يطلع يقول انا مكتشف العلاج الجيني. امال هم عملوا ايه بقى بالجينوم البشري؟ عشان برضو دي انا بضايق جدا لما بسمع يقول واحد ايه اكتشاف علمي مذهل ومش عارف ايه. لا بتسمع عنه لا في ساينس ولا في نيتشر ان تم العلاج الجيني بهذه الوسيله. هم بره عملوا ايه؟ رسموا الخرائط الجينيه، انه بيجيبوا المرضى وخصوصا التوائم المتطابقه والتوائم الغير متطابقه والاصحاء، ويعملوا تتابعات الجينيه بتاعتهم ويدرسوها على حده، والجين ده يشوفوا المتغيرات اللي فيه والطفرات اللي حصلت، وهل تنفع تكون دي بايو ماركر او بمعنى اصح اذا وجدت حدث المرض ولا لا. بعد ما بيكتشفوا هذا بيبداوا يعملوا لها تنسيق جيني عالي الكثافه، بيسموه تسلسل تتابعي جيني عالي الكثافه، يكتشفوا منه ما هي الطفرات التي ادت لحدوث المرض. ايه اللي حصل عشان خاطر يحصل المرض؟ طب هل بيختلف التركيب الجيني دوت او الطفرات دي من النوع الاول للسكر والنوع الثاني للسكر؟ بالطبع، لان بعد ما برضه انا هتكلم برضه على مرحله الجينوم البشري، بالتاكيد طبعا. بعد هذا الموضوع بدا يلجأوا الى دراسه الفرديه الانديفيدوالز، ثم بعد ذلك بدأوا يدرسوا العشائر والشعوب والأعراق عشان يشوفوا اختلاف. ليه؟ مثلا مثال يعني في جزيرة اسمها نيرو في الباسيفيك اوشن، ديت مرض السكر اعلى نسبه في العالم، 45 من 35 ل 45% من سكان هذه الجزيره عندهم السكر. مرض متلازم ما احنا عندنا برضه المرض بدأ ينتشر بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، بس مش بنسبة 45%، يعني تقريبا من نص الشعب تقريبا عندهم. ايه السبب اللي عندهم؟ فبدأوا يدرسوا الجينات بتاعتهم ويقارنوها، وبالتالي وصلوا الى خرائط جينيه. وده كان بدايتي انا لما بدات اشتغل في مجال الجينوم، ان بدات كنت اول واحد يشتغل على جين متخصص للاصابه لمرض السكر النوع الاول، والجين ده كان اسمه CTLA4، ونشرته في مجله علميه واسمها دايابيتس اند ميتابوليزم، وكان امباكت فاكتور بتاعها عالي يعني كجورنال. ادت ان انا يعني دي بدايه ان احنا نرسم خريطه لهذا الجين ونحدد اي هذه الطفرات تسبب المرض. بنرسم خريطه وبنمشي وراها بحيث ان احنا نشوف التغير الجيني في خلال فتره معينه بيتغير بشكل عامل ازاي. بالظبط. زائد ان احنا بالاضافه لهذا ان احنا بناخد مجموعه الجينات دي كلها، مش جين واحد بقى، مجموعه من الجينات مثلا، وندرسها وندرس حاجه اسمها الهابلوتايب تاجد اناليسيس، ان احنا نقول اذا حدثت دي الطفره، هل بالضروري تحدث هذه الطفرة ثم هذه الطفرة وهذه الطفرة وهذه الطفرة، بحيث نفهم طبيعة المرض. وبعدين ما جري على مصريين، يعني جري على مثلا اعراق مثلا موجوده زي الاب المصري ودول عربيه. وانا عايز اقول حاجه، ان دول زي تونس والجزائر، انا اسف يعني اقول كده، تفوقت علينا لانهم دخلوا هذا المجال اسرع منا وليهم بابليكيشنز اكتر. يمكن هم حسوا ان في نقوص خطر على مستوى العالم كله. اقدر اقول كده السكر دلوقتي نقوص خطر او مرض عصري بالنسبه لمستوى العالم، فالناس كلها بتبتدي تتوجه ليه. بالظبط، لان مصر يعني انا في اخر مؤتمر حضرته كان في دبي سنه 2011 للIDF، ده هو بيعقد كل سنتين يعني في ديسمبر، في شهر ديسمبر. لقيت ان مصر ترتيبها التاسع على العالم، يعني ده رقم يعني حوالي 10% من البوبوليشن المصريه مصابه بمرض السكر. طبعا التايب 1 اللي هو النوع الاول غير محدد لانه لا يوجد له دراسات احصائيه، فهو بس هو تقريبا برضه في نسبه 12% 13%. تمام. هل الجينات برضه، السؤال اللي انا كنت بساله لحضرتك، الجينات الخاصه بالنوع الاول مختلفه عن الجينات الخاصه بالنوع الثاني؟ طبعا مختلفه، دي ليها كاتيجوري ودي ليها كاتيجوري. ايه الفرق؟ الفرق انا هدي مثال، يعني مثلا بالنسبه لتايب 2 اللي هو جين اسمه جين الانسولين، ده موجود في كروموسوم 11. في النوع مثلا الاول في جين تاني اللي هو زي CTLA4، ده متخصص لحدوث الاوتو اميونيتي لهذا المرض، موجود في كروموسوم 2. الميكانيزم في حدوث المرض احنا مش عارفينه، يعني احنا مجرد لحد دلوقتي بنرسم الخرائط الجينيه زي بالظبط كده. انت ما بتعرفش العدو بتاعك الا الاول لما بترسم له خريطه إيه؟ ماشي ازاي او اتجاهاته ازاي ونشوف بقى التفاعلات اللي بتحصل، او بمعنى اصح الجين ده مرتبط بالجين ده مرتبط بالجين ده، عشان كده بيسموها كاسكيد رياكشنز، يعني بتبقى معموله زي ايه، زي نتورك كده مختلفه مع بعضها.
لكن نعود بقى للسؤال اللي هو العلاج الجيني. في منه يعني البدايه الاساسيه طبعا التشخيص، وده يمكن نجح فيه معظم العالم دلوقتي، اللي هو يتنبأ بحدوث المرض قبل حدوثه. بس يمكن دوت يكون باين قوي في السكر الوراثي. ايوه يعني ممكن نتنبأه بسهوله في السكر الوراثي، وده من خلال خريطه العائله. بالظبط كده. تمام. وكمان الطفرات ديت احنا بنتنبأ ان الطفل ده مثلا او الشاب ده هيجي له السكر في معدل كذا، فبالتالي احنا بناخد حذرنا ان احنا لازم نغير نمط الحياه حتى لا يدخل في دوامه مرض السكر. وكمان مثلا زواج الاقارب، يعني مثلا بالتحليل الجيني للقادمين على الزواج، ودي مأساة على فكرة موجودة دلوقتي في الوطن العربي كله. يعني في أحد الإحصائيات اللي قريتها إن مثلا السعودية 57% من المتزوجين في السعودية أقارب. فدوت تسبب في انتشار المرض هناك. بالظبط. مصر 39%. 39% من الشعب المصري يتزوجوا من الأقارب، مع إن هذا الشيء او هذا ده مسبب لجميع الامراض الوراثيه. طب انا سؤال، يعني حتى لو في زواج قرايب، لازم يكون في الخريطه العائليه مثلا مريض بالسكر او عشان يتورث ولا ممكن مجرد زواج الاقارب بيعمل مرض السكر او هو بيجعل فيه مرض سكر؟ هو طبعا احنا للاسف ما عندناش سجلات لمرض السكر مثلا في بدايه القرن العشرين. مثلا دوله مثلا زي السويد او الدنمارك مثلا عندهم سجلات من سنه 1600 وتشخيص المرض، لكن احنا ما اهتمناش بان احنا يكون عندنا سجلات لهذا. لكن ممكن التشخيص يكون الجد مثلا عنده ناقل او حامل للمرض، حامل وراثي للمرض، مش باين في الحفيد، لكن ممكن ينقل لابن الحفيد اللي هو الثالث او الجيل الثالث او الرابع. بالظبط. عشان كده حتى يعني انا هقول لحضرتك مثلا في ايطاليا كان في زواج الاقارب في جزيره اسمها صقليه، كانت من اعلى النسب في الزواج الاقارب، لانهم عائلات، دي اعلى نسبه اصابه بمرض السكر في اوروبا كلها. لما صدر قرار بمنع زواج الاقارب المعدل ده قل كتير. فاحنا لحد دلوقتي احنا بنكتشف ظواهر، مش قادرين نخش في الميكانيزم قوي، لكن كل اللي نقدر نعمله بالنسبه للجينات اعتمادا على المعلومات اللي خدناها من مشروع الجينوم البشري هو التشخيص. في بقى دلوقتي جديد برضو المثبطات الجينيه، وده برضو بينجح جوه الطبق المعملي البتروديش داخل المعامل، لكن ما نقدرش نجربه على مرضى، يعني احنا بنجربه داخل المعمل انفيترو زي ما تمام. طب احنا الموضوع ده بيجرب حاليا على الفئران او عشان نعرف نتائجه على الفئران، هل في القريب ممكن نشوفه على الانسان؟ يعني هل في قدامنا ولا قدامنا فتره كبيره لغايه لما نوصل للعلاج الجيني؟ يعني مثلا الدكتوره ماير إيمورفي رئيسه جمعيه او المشرفه على جمعيات ابحاث مرضى السكر في بريطانيا قالت امام الانسانيه زمن طويل حتى نجد علاج جيني لمرض السكر، ولكن الآن علينا أن نوفر الأقل وهو العلاج لهذا المرض. يعني احنا ما نقدرش نقول مثلا اصل انا بتسمع مثلا اكتشافات مذهله وحاجات كده وبتاع، لكن مش حقيقي لان الكلام دوت ما بيتجربش. وبعدين برضو في فبركه علميه كبيره جدا في المجال دوت. يعني دايما ايه مثلا مثال يعني في العالم الكوري الشهير اللي هو اسمه جوانج وو تسوك، العالم دوت كانوا مسمينه عالم البلاد وصرفوا عليه ابحاث 40 مليون دولار، وكان مرشح للنوبل ونشر بحث في ساينس. اكتشفوا بعد كده ان هو كان بيفبرك العلاج بالخلايا الجذعيه، وقال ان هو استنسخ كلب بشري كلب من اجنه بشريه. من اجنه بشريه. يعني هو خد رغم ان هو اصلا الستيم سيل الخلايا الجذعيه دي في البعض فكر اللي هو من فهو اجنه فعمل يعني ايه زي مزج ما بين الاثنين يعني. وجابوا الكلب وعملوا صور وبتاع. بعدين لما حققوا في الموضوع اكتشف انه هو اخلاقيا اخلاق العلم لم يذكر صراحه الطريقه ازاي او الحاجه زي كده، واعترف بفبركته. فالفبركه ده شيء طبعا في مصر حدث ولا حرج، لكن بره طبعا قدروا يمسكوه ويكتشفوا هذا الامر. فالخلايا الجذعيه مثال هي ناجحه جدا جوه برضو اطار المعملي وعلى الفئران وعلى الخنازير ناجحه بشكل رائع، لكن لما تيجي تطبقها على المجال الانساني مش لازم نطبقها على المجال الانساني،
ده احنا بنطبقها على حاجه اسمها البايو انفورماتكس او المعلوماتيه الحيويه. انك تتخيل جسم الانسان على انه هو كمبيوتر قدامك في كافه البارامتر، وبتجرب السيكونس اللي مدخله والعلاج اللي انت مدخله. تكتشف بعد كده ان يعني ايه، تقدر تاكد هل ينجح ولا ما ينجحش. لحد دلوقتي لم تنجح. قدامنا فتره كبيره جدا، هو يمكن اللي خلانا نفكر في، لان كان اخر التطورات اللي احنا زرع البنكرياس، وده كان ليه مضاعفات كبيره جدا. بالزبط. يعني يمكن خلى العلماء يركزوا على العلاج الجيني. بالظبط، لان هم بره بداوا يعملوا دلوقتي حاجه طبعا لن تجد لسنه الله تبديلا زي ما بيقول في القران، والله طبعا احسن الخالقين. يعني البنكرياس اللي بيفرز الانسولين، لما حبوا ان هم يستغنوا عن البنكرياس بالنسبه لمرضى السكر، فبداوا يعملوا جين علشان ينتج الانسولين من جوه الامعاء، وحبوا برضو يزرعوا خلايا جذعيه داخل الكبد تفرز الانسولين. لكن اكتشفوا انها مش بدقه الهرمون، يعني مش بدقه الهرمون الانسولين لما بيفرز من البنكرياس. فاذا يعني حاله الجلوكوز عليت او نزلت، فقالوا نعمل جين يتحكم في هذا، وبعدين نعمل جين تاني بيدخله اللي هو البرو انسولين علشان يتعامل مع انزيمات الكبد ازاي، اللي هي هتتعامل مع يعني بوظوا الدنيا. في مرحله عقد جينيه، يعني عقدنا جينات مش بسطناها. لكن احنا لكن احنا لابد لينا من ان احنا ناخد بالعلم ونستفاد منه بدون طبعا يعني دجل، وبدون ما نقلل من هذا العلم. ان احنا نعمل الاتي، ان احنا نستفاد منه في تشخيص المرض مبكرا، وخصوصا لو قدرنا ان احنا نشخصه من السائل الامينوسي اللي هو عند اللي حوالين الرحم، في الرحم بتاع حوالين الطفل. وفي نفس الوقت برضه ممكن من الحبل السري لما بيتولد، ممكن ان احنا نتنبأ هل ده ممكن يكون عنده سكر او لا. بالظبط، وده ممكن نوصل له دلوقتي وبسهوله، ونقدر نتنبأ وبالتالي نغير من حياته، يعني ستايل حياته. يعني مثلا لو احنا عارفين ان الطفل ده هيجي له سكر مثلا بعد 5 سنين، هل هعديله من سكريات بقى وكده؟ لا، ابتدي في نظام غذائي عليه. بالظبط، ده الاستفاده. الحاجه الثانيه اللي انا بعتقد انها ممكن تنفع، وخصوصا في مجال العلاج الجيني في الاورام. يعني العلاج الجيني نجح جدا في بعض الاورام، لكنه برضه يعني حتى لما جربوه في فرنسا للاسف ما قدرش ان هو يدي النتائج، ومش فاليديشن، لان الاف دي اي في امريكا ما بتديش الفاليديشن الا بعد 20 سنه و30 سنه. فهو لسه ما زال هذا الموضوع في طور الابحاث. تمام. عشان بعض الناس، انا في ناس سالوني مره من اعضاء الجمعيه، احنا سمعنا ان في مستشفى في كفر ابو طشت ولا مش عارف ايه بتعمل زراعه للخلايا الجذعيه وبتجدد البنكرياس. من ناحيه اللي هو ودجل طبعا، وهيؤدي لوفاتهم وحاجات. لحد وقتنا هذا لسه الموضوع دوت تحت الابحاث. وازاي دوت في مصر ووصل لهذه النتيجه العبقريه ولم يسمع بها احد، لا صدى علمي ولا في اكبر المواقع العلميه ساينس او نيتشر اللي هي اكبر مجالات علميه سمعت بهذا الرجل المجهول. فيعني يا ريت تكون رساله لهؤلاء ان هم يعني ايه يقراوا ويتأنوا شويه، عسى ان طبعا ربنا يسهل ان شاء الله ويبقى على المدى، بس مش في المدى الحالي يعني. تمام. طب يمكن في برضه حضرتك في المانيا ابتدوا يعملوا كبسولات تحت الجلد للسكر ومرض السكر. على فكره ولا دي مجرد اعلانات او شو؟ لا يعني في دلوقتي بيحاولوا ان هم يوصلوا الانسولين يبقى انهيليشن، يتاخد عن طريق الاستنشاق وليس الحقن يعني. كل دي محاولات، لكن انك عشان توصل لثباتها في السوق مثلا الطبي لازم تنزل منتج موافق عليه من الاف دي اي الامريكيه اللي هي منظمه الغذاء والادويه في امريكا، وفي نفس الوقت تجرب. وحتى لو اتجربت بره في حاجه اسمها الهيومن دايفرستي. مش معنى ان الدواء نجح مثلا في امريكا ولا الدواء نجح في اوروبا يبقى ينجح بالتالي مع المصريين، لان في حاجه اسمها هيومن دايفرستي ان جينوم. ده يخلينا نقول ان الجين او تركيب الجين عند المصري مختلف عن باقي. طبعا. في ايه بقى يا دكتور؟ اول حاجه يعني دي طبعا حاجه من حاجات الله سبحانه وتعالى، لان لو كان كل الناس نفس الجينوم كون كلنا نبقى نفسنا يعني شكلنا واحد زي مثلا في الصين في تشابه في الشكل، لكن الحقيقه مش كده. ممكن تلاقي عندنا احنا طفره مش موجوده في الاوروبيين. يعني مثلا زي الجين اللي اشتغلت عليه في موضوع الدكتوراه بتاعي اللي هو جين CTLA4، كان في طفره في مصر
مش موجوده في تونس، تمام. ومش موجوده مثلا في بريطانيا. طب يعني الطفره دي حضرتك يعني كان شكلها ايه، او ايه اللي بيميزها؟ ما احنا قلنا في حته ايه، ان الجينوم البشري بيتفاعل ببطء مع مم. المؤثرات البيئيه. مم. يعني حضرتك مثلا هل تقنعني مثلا من الاف السنين كان الانسان شكله بنفس الصوره ديت؟ مم. مش طبعا، اكيد هو احنا يمكن بيحصل. من بعض المتاحف او بعض الكتب بنلاقي الشكل يتحول يعني بالظبط، نوعا ما الجمجمه على شكل بالظبط. الجسم. حتى احنا في القصص اللي كان بتدانا عن سيدنا ادم، انه قدمه كبيره جدا وطويل جدا وحاجه كده. طبعا احنا مش عايزين نخش في موضوع داروين مم. والنشوء والارتقاء والكلام ده، بس عايزين نقول ايه، ان الجينوم ده بيتفاعل مع البيئه اللي حواليه من جيل الى جيل. فاكيد في المصريين بيختلفوا عن الاخرين في ان عدد في طفرات هنا مختلفه، ان هنا مثلا مناطق جينيه طويله شويه قصيره شويه، يعني تمام. بيتفاعل مع الاستراكشر. ايه بالظبط يا دكتور؟ يعني ايه البيئه اللي حواليه طبعا بمعنى؟ البيئه زي الفيروسات اللي بتخش في الجسم، مم. زي الملوثات اللي موجوده في البيئه. انت تعرف ان من اول ما الخليقه طلعت لحد بدايه القرن العشرين درجه حراره الكون ارتفعت درجه واحده، في حين ان في القرن العشرين ارتفعت 5 درجات. يعني يعني درجه، يعني 6 درجات من بدايه الخليقه لغايه 5 بس في القرن العشرين لوحدها. فده بيأثر اكيد على الجينوم البشري. في حاجه تانية برضو، التغذيه. هل الاكل اللي احنا حتى دلوقتي احنا بنقول ليه نعود الى الطبيعه، هل زمان مثلا كان عندهم اغذيه محفوظه؟ هل عندهم اشياء في اغذيتهم مثلا كانوا بيعتمدوا على الفواكه، بيعتمدوا على لحوم معينه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها؟ بمعنى اصح العامل البيئي متمثله في الماء والتلوث والاكل والامراض، دي بتاثر اكيد. تمام. بس من جيل الى جيل، يعني الجينوم. يعني مع تطور الاجيال بالظبط. بيبتدي فيه تاثر وفيه طفرات بتحصل. بالظبط. تمام. طب حضرتك مثلا لو اخذنا مثلا في العشر سنين الاخيره، ويمكن في العشر سنين الاخيره او الخمس سنين الاخيره زاد مرض السكر بنسبه كبيره جدا في مصر. ايه اللي حصل او ايه الطفره اللي حصلت وصلتنا للمرحله دي؟ برافو عليك، ده فعلا سؤال رائع. اولا طبعا لازم نعلق زواج الاقارب، ده رقم واحد. يعني يكفيك ان انت في الجيل الحالي 39% من المتزوجين من الشعب المصري اقارب. وده طبعا دي طبعا اكيد بقى في الوقت اللي قبل كده من 10 سنين مثلا او 20 سنه كان النسبه اعلى بكتير. مم. يعني دي واحده. تاني حاجه برضو الملوثات اللي موجوده وتفاعلنا برضو مع البيئه اللي حوالينا، دي برضو بتاثر. كمان برضو النظم الاجتماعيه بتاعتنا دلوقتي. احنا طول النهار مثلا في العمل، يعني انا طبعا مثلا من 10 15 سنه مثلا كنت ما فيش كمبيوتر زي دلوقتي، لكن انت مثلا دلوقتي بتقوم مع عملك السيستم خلاص اوتوماتيك، تاتش سكان تاتش، وخلاص الموضوع بقى سهل. فبالتالي ما فيش خالص. مم. رابع حاجه بقى انا يمكن بقول عليها، ان الشعب المصري من حوالي مثلا، انا بسمع يعني لما كان والدي رحمه الله عليه بيقول لي ان المدارس كان فيها ملاعب وكان فيها حاجات. دلوقتي مفيش ادنى شيء لممارسه الرياضه، حتى لو حبيت تتمشى في الشارع خلاص ما معوقات كسل كتير. وصل لكسل، حتى المشي بالظبط. بنقول خلاص لما نركب احسن اسهل. بالظبط، بالظبط. تمام. فدي عوامل بتاثر كتير يعني دي كانت عوامل مؤثره بشكل كبير جدا جدا. وطبعا الامراض اللي موجوده والتحورات العظيمه اللي بتحصل للفيروسات، يعني يكفيك مثلا مرض يعني زي فيروس الانفلونزا، ده بيتغير كل سنه يعني ويتحور. وفيروس سي عندنا هنا برضه تحور عندنا في في مصر بشكل كبير جدا جدا. والنتيجه برضه عندنا ثقافه برضه طبيه محدوده، في ان مثلا لما ما بناخدش الكورس بتاع الانتي بيوتيك للكامل، فناخد مثلا اول ما نخف خلاص نرمي الباقي. فبالتالي في تحورات كتيره داخل الجسم الانساني، فده اكيد بينعكس على تفاعل هذا مع الجينوم البشري، وبالتالي يؤثر في حدوث المرض. تمام. حضرتك زرت اكيد مراكز بحثيه كتيره جدا بتشتغل على العلاج الجيني وبتشتغل على مرض السكر. حضرتك شفت المناخ هناك او الشغل او طريقه العمل هناك ايه، وطريقه العمل هنا مختلفه في ايه؟ يعني طبعا هو انا زرت العديد من الدول. حضرتك برضه ممثل بكذا دوله يعني انا رحت المانيا في جامعه مارتن لوثر يونيفرسيتيت في هالتزال في المانيا. الجو طبعا بحثي غير خالص مصر. تخطيط لسنين قدام، اللي يمكن بيخططوا بال50 سنه لقدام. احنا ما فيش تخطيط، احنا كله مجهود فردي. مثلا مثال برضو انا زرت كوريا الجنوبيه في جامعه اسمها تكنو بارك. بيستخدموا الابحاث العلميه عن طريق السيميوليشن. يقول لك ما نقدرش ان احنا نصرف
الميزانيه البحثيه بتاعتنا على كيماويات مستهلكه وتلقى نتائجها بالفشل. لا، احنا على الكمبيوتر ونبرمج اللي احنا عايزينه، وبيشتغلوا تيم ورك رائع جدا. فانت تقوم بابحاثك كلها على سكرين، فلات سكرين، وزاويه انك انت تعمل اي تجربه. فبالتالي بتكون النتيجه انك ما بتوفر امكانيات، بتوفر مجهود، بتخش المعمل عشان تعمل التجربه اللي بتؤكد النظريه اللي انت واضحها، لا اكثر ولا اقل. وطبعا ده بيوفر على حضرتك وقت اكيد، في وقت وفلوس. طب ازاي ننقل المناخ ده ونخليه في مصر بحيث ان احنا نتقدم ونتطور؟ هو طبعا انا ما اقدرش اقول يعني من خلال وجهه نظر حضرتك كده، حضرتك يعني شفت مناخات مختلفه. هم اول حاجه طبعا روح التيم ورك دي رقم واحد لازم نوجدها. اتنين، لازم نتعامل مع البحث العلمي مش على انه هو نوع من الرفاهيه، لا، نتعامل معاه على ان هو بيحل لي مشاكل واقعيه. يعني الابحاث اللي بتتعمل في مصر معظمها على مشاكل ليس لها علاقه خالص بالمجتمع. يعني مثلا لو احنا وجهنا فرضا مثلا، زي مثلا انا كنت في المجر اخر زياره في جامعه اسمها سيمل فاينز، دي متخصصه فقط في مرض السكر ومضاعفاته فقط لا غير. متجهين انهم يعملوا ابحاث لعلاج هذا المرض. ليه؟ لان عندهم مشكله مرضى السكر. طب احنا ليه ابحاثنا واحد بيعمل دراسه في ديل الفار؟ طب ايه الفايده اللي مصر يمكن احنا فعلا بنحاول بقدر الامكان يعني نصل لاي مرحله، بس لازم ننقل المناخ او ناخد مناخ كقدوه يعني. بالظبط. يعني ونوجه طاقتنا. مثلا احنا مش هنعمل كل حاجه، احنا عندنا مشاكل في المجتمع نحلها. مرض مثلا السكر ده مثال، مرض مثلا امراض القلب مثلا مثال. نتوجه ابحاثنا كامله ناحيه هذا الموضوع. تمام. بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. بشكر دكتور حاتم صالح، رئيس وحده ابحاث الوراثه البشريه بالمصل واللقاح، ورئيس لجنه ابحاث جمعيه رعايه شباب مرض السكر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات. مشاهدينا الكرام، الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. دمتم في رعايه الله وامنه. الف شكر.